أنيوسيو يوربون. واليوم راح نسوي حقيبة الطوارئ للبنات بأشياء مسموحة داخل المدرسة. أول شي أنا اختاريت هاي الجنطة تكون لونها بينك وعليها رسومات لطيفة جدا. هاي اشتريتها من موقع كوري طبعا، كلش حلوة ومساحتها تكفي بأي جنطة. جيبي أي حقيبة صغيرة أو جزدان وتعالي أقولك شنو تخلين بيها. أول شي والأهم هو الكلينكس الناشف، بنات وايد تستعملوا انتو حتى بالأكل. بعد ما راح تنتهون من تاكلون وجباتكم، إن كانت لانش بوكس تجيبون غدا كامل أو حلويات مثل الشيبس أو الكاكاو أو أي كان، راح تدمر إيديكم شوية، فهذا الكلينكس راح يسعفكم جدا. أو كنتي عرقانة مثلا، يعني بنات يفيدكم بهواية سوالف، مسخت إيدك حبر أو شي، فهذا شي مهم جدا بالحقيبة. والشي الثاني هو الكلينكس المبلل. جيبوه بنات حجمه ميني، حجم الصغير، لا تجيبين مالتك الحجم الكبير لأن ما راح يسع بأي جنطة، ومسموح بكل المدارس هذا الشيء أكيد. تمسحين ايش مثل ما قلنا بعد الأكل، يعني أول شي تستخدمين كلينكس مبلل وبعدها تستخدمين كلينكس ناشف. هذا أكثر شي راح تحتاجيه صدقيني بشكل يومي، راح تستعمليها بشكل يومي لأن انتي أكيد راح تشترين من الحانوت بشكل يومي. تمام، فهذا الشي كلش مهم بنات وأنصحكم بيه. والشي الثاني والمهم هو الصابون المقطع. يعني مثلا إذا دخلتوا الحمام عفوا بالمدرسة أكيد راح تحتاجون إنه تغسلون بصابون مو بس بماي. تمام، فأنا ما استنظف بصراحة أستخدم الصابون اللي موجود بالمدرسة ومرات ماكو، فلذلك أنا أخذ احتياطاتي وأخذه وياي، منه نظيف ومنه بس أنا أستعمله. وشوفوا الكمية جدا وفيرة وتكفيكم، تحطون بس قطعتين منها على شوية مي وتفركون إيديكم شوي، راح تصير رغوة ورائحة كلش جميلة. بنات أكيد بأجواءنا الحارة وإحنا ما متعودين، كونك إنه عطلة 4 أشهر بالبيت، فراح ينزل السكر مالتنا بسبب الحر، لذلك أنا دائما آخذ وياي قطعة من الكاكاو حتى يتعادل السكر مباشرة، أو مرات تطلعون أنتم بدون ريوق فينزل سكركم، فهذا الشي ضروري وياكم. ربطات الشعر بنات، إن كنتي مفرعة أو كنتي محجبة، هاي تفيدكم لأن مرات الشعر يفلت تمام حتى من جوا الحجاب، فتستخدمين هاي بوقتها لأن شعرك راح يظل ظاهر من الحجاب. وهاي بنات هو عبارة عن ورق لفيته وخليت بيه إبرة وخيط. الخيط خليته لون صدفي أو بمعنى اللون الأبيض الفضي، تمام، ما يبين بالخياط. هواي صارت مواقف شفت بنات بصراحة بالمدرسة يعني تتمزق ملابسهم فجأة، وطبعا أكيد لازم تطفي الكهرباء وأنا أصور لكم. المهم أكيد راح تنقطع ملابسكم بمسمار مثلا بالرحلة، أو كنتوا تلعبون كرة قدم وفجأة انشقت، يعني هواية تصير، فأنصحكم بيها. والدنابيس أيضا ضرورية بنات، وأيضا تفيد القطع للملابس، إذا انقطعت ملابسك فجأة فتحطين فد 4 دنابيس 3 راح تسد الفتحة حتى رجلك ما تطلع نص درية إذا تمزقت، أو فلت الحجاب مالتك أو صديقتك احتاجت. أنا هواي ياخذون مني دنابيس تصير بهذا الحجم كلش كيوت ولطيفة. وأكيد المهفات بنات أو المروحة اليدوية بنات كلش مهمة خاصة بهذا الحر. أنا ما أقدر إذا ما أخذ وياي هذا الشي، بدل أنتم ما تصنعوها من الورق تمام فأخذوها جاهزة. وشوفوا السرعة مالتها كأنك قاعدة على سبلت، تمام، أحسن ما تهفين عفوا بالدفتر أو بأنتي تسويها وأصلا ما تهفي. تمام، والجو حار حيل ومرات البنكات عاطلة بالبداية، فأنصحكم خاصة طلاب العراق بنات أنصحكم بيها. أنا دائما أخذها وياي وين ما أروح، مدرسة حفلة أروح أتسوق لازم أخذها وياي، لأن أنا أبد ما أتحمل حر، وخاصة إحنا مثل ما قلت لكم ظلينا 4 أشهر بالبيت، ما متعودين على حرارة الجو الفظيعة راح تصير، فأنصحكم بها. وهاي اشتريتها ويا الحقيبة تصير كورية، تمام، شوفوا حتى الديزاين مالتها تكون كورية وما تاخذ مساحة أبدا. أنا ما حطيتها بنص الجنطة لأن الجنطة ما تكفي، فأخليها بمكان البطارة مالت المي. أكيد كلكم تعرفون الباق اللي تجي مال المدرسة بيها مكان مالت القارورة مالت المياه، فأنتوا خلوها من اليمين مثلا ومن اليسار قارورة المياه. وبس بنات، هاي الأغراض اللي تحتاجوها داخل المدرسة بأشياء مسموحة، لا مراية لا مكياج لا حمرة لا تنت لا أشياء غير ممنوعة ولا موبايل ولا أي شيء. وبس هنا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وقولوا لي راح تسوون هاي الحقيبة امتى. مع السلامة.